السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فودة من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. وان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت النشادر، ازاي نسويه ويطلع معانا بالشكل ده، وهنقول المقادير بالكوباية وبالجرام، وان شاء الله هنعرف كل التفاصيل. والنهاردة هنعمله بالمكنة، ان شاء الله هنعمله مع بعض تاني بالكيس ان شاء الله، وهنعرف كل التفاصيل اللي ينجح معاكي بسكوت النشادر. ويلا نبدأ نشوف عملناه مع بعض ازاي. واول حاجة هنبدأ بيها بسم الله، معانا كيلو ومعلقتين كبار من الدقيق، يعني كيلو و50 جرام، ومعانا 400 جرام من السكر، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، يعني ما يكونش طالع من التلاجة، طلعيه قبلها. معانا 400 جرام من الزبد برضو بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا 120 جرام من النشا، 10 جرام من النشادر، ومعانا 10 جرام من البيكنج باودر، ومعانا 80 ملي من الحليب الدافي طبعا، معانا الفانيليا، ومعانا كيس فروتي، واسانس طعم البرتقال، لان احنا نعمله النهارده بطعم البرتقال. وهنتكلم برضو لو موجود عندك البرتقال هتعمليه ازاي. اول حاجه بسم الله هننزل الزبده، لازم الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ. بسم الله. وهننزل عليهم بالسكر، يعني كده اول حاجه حطيناه 400 جرام زبده و400 جرام سكر، وهنضربهم في العجان. بسم الله. وهنضربهم في العجان لحد ما يبقوا كريمي. ولو مش موجود عندك عجان، ممكن بمضرب الكهرباء او بمضرب السلك او بايدك في حاجه واسعه، وتربي فيهم لحد ما يبقوا معاكي كريمي. بسم الله. ومعانا دلوقتي 80 ملي من اللبن. بسم الله. هننزل عليهم بال10 جرام من النشادر. بسم الله. وهيعمل معاكي فوران كده زي ما احنا شايفين. دي كده تتاكدي ان النشادر بتاعتك كويس. بسم الله. كده لو انت عاوزه تعمليه بطعم البرتقال وعندك عصير برتقال، خلي اللبن 30 ملي من اللبن تدوبي فيهم النشادر، وال50 التانيين تخليهم عصير برتقال. بعد ما الزبده والسكر دابوا، انا هنا الاربع بيضات اللي احنا قلنا عليهم بدرجه حراره الغرفه هننزل عليهم بكيسين من الفانيليا، او لو موجود فانيليا سايله. بسم الله. وعندي هنا اسانس طعم البرتقال، بيجي من عند اي عطار، هو حوالي معلقه كبيره. بسم الله. معانا هنا كيس فروتي بطعم البرتقال، هننزله برضو مع البيض عشان يدوب. بسم الله. موجود عصير برتقال هتستغني خالص عن كيس الفروتي، وهناخد 50 ملي من عصير البرتقال بالبيض، بيضه بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ينفعش ننزل بيهم كلهم مره واحده. بسم الله. هننزل ببيضه لحد ما تختفي، ننزل بالتانيه كده. بعد ما اول بيضه اختفت هننزل بالتانيه. بسم الله. بعد ما ضفنا الاربع بيضات واختفوا معانا بالشكل ده، معانا هنا اللبن 80 ملي من اللبن مدوبين فيهم 10 جرام من النشاد. بسم الله. هنضيفهم هنا في العجان. ملي من اللبن حوالي تلت كوبايه. دلوقتي على المواد الجافه اللي هو كيلو و50 جرام من الدقيق، عليهم 10 جرام من البيكنج باودر، 120 جرام من النشا. بسم الله. 5 معالق هرميين. الزبده اللي استخدمها لازم تكون نوعيه كويسه، استخدمت الفيرو. دلوقتي بعد ما خلطنا اللبن والنشادر مع البيض والسكر والزبده، هننزل بالدقيق. بسم الله. الدقيق اللي احنا حاطين عليه النشا والبيكنج باودر ورشه الملح. دلوقتي هنخلطهم، مش هنعجنهم، يا دوبك اول ما يختفي معانا الدقيق هنفصل على طول العجان. بسم الله. وهنا بعد ما اختفى معانا الدقيق على طول فصلنا العجان عشان ما يعملش معانا عرق زي ما احنا شايفين كده، ما بنعجنش فيه. هو اول ما بيختفي معانا الدقيق بنفصل العجان على طول. وده شكل العجينه معانا زي ما احنا شايفين كده، طريه وبتلزق على خفيف كده، عشان ده اللي هنعملها في المكنه ان شاء الله. وده كده العجينه بعد ما خلصت معانا هنركنها بس ونسيبها 10 دقايق، هنركنها لحد ما نجهز المكنه والصواني ان شاء الله ونرجع. وهنا زي ما احنا شايفين بعد ما جهزنا الصاج وقفلنا المكنه وعملناها على رخامه المطبخ، انت لو عندك ترابيزه او طبليه ممكن تعمليها عليها. بسم الله. وحطينا فيها العجينه. بسم الله. ولو عندك اي حد ممكن يلفها لك وانت تسحبي منها. بسم الله. وطبعا حطينا الوش المشنشر اللي هو بتاع البسكوت. بسم الله. وهنشتغل مع بعض دلوقتي نشوف. بسم الله. وزي ما احنا شايفين مع بعض، وانت اللي بتحكمي في حجم البسكوتيه. ولو جه معاكي زوايد انت بتظبطيها وبتعمليها كلها قد بعضها. وزي ما احنا شايفين ورصناها في الصاج، سيبي بينهم مسافات عشان بتريح شويه زي ما احنا شايفين.
وهنكمل ونرجع مع بعض ان شاء الله بنفس الطريقه. هنلف وناخد البسكوتيه نرصها في الصينيه نبقى كلها قد بعضها. وكده بعد ما شكلناها بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، طبعا هتسويها وهتشيلي اي حاجه موجوده فيها بالسكينه زي ما احنا شايفين كده باللي انت عاوزاه بتعملي بيه. وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 رف وسط لحد ما تبدأ تاخد لون. هنهدي انه لحد 160 وهتاخد معانا من 30 ل 35 دقيقة. وان شاء الله هنخلص الكمية ونسويها ونرجع مع بعض ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله بعد ما خلصنا تسوية النشادر عملته بالاشكال المختلفة في السكين. ده شكل وده شكل. وسويته دخلناه الفرن على رف وسط على درجة حرارة 180 بياخد معاكي من 30 ل 35 دقيقة كده بعد ما خلصنا. وان شاء الله هنقدمه مع بعض دلوقتي وهنشوف. بعد ما برد قدمناه مع بعض. شايفين ما شاء الله تسويته. بتولعي الفرن من تحت بس ما بتولعيش من فوق. البسكوتايه بتاخد لون من تحت ومن فوق كده زي ما احنا شايفين مع بعض. احنا شايفين ما شاء الله. انا عامله بالشكل ده والشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض. دي السكاكين اللي بتحط في المكنه. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.